السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في الحلقه الثالثه من تيلكو بايتس بالعربي. هيكون معنا في الحلقه دي مجموعه من الاخبار المختلفه ومن اماكن كتيره. هنبدا فيها باخبار KDDI وفودافون والشراكات اللي هم عملوها مع سامسونج وجونيبر وبرل الوايرلس في الاوران ديبلويمنتس والترايلز الخاصه بيهم. وكمان معنا هيبقى فيه اخبار عن الاس دي وان والكلاود من سيسكو وامازون واوراكل. ولأن الثيم الغالب على حلقة النهاردة هو موضوع الأوران، فزتونة النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة هتكون عن الأوران. إيه هو الأوران وليه محتاجينه وإزاي بيوعد بتحقيق الأهداف دي، أو بمعنى أبسط What, Why and How أوران. انتظرونا في آخر الحلقة لأن هيكون معانا مفاجأة قوية بإذن الله. ومن غير كلام كتير يلا بينا على الأخبار. ونبدأ حلقتنا وعلى بركة الله بأخبار الأوران أو الأوبن راديو أكسس نتورك. واللي ما يعرفش إيه الأوران فهو بكل بساطة توجه جديد في عالم الران، واللي بيستهدف عمل ستاندرايزيشن وانتر اوبرابيليتي ما بين الران إليمنتس، وده اللي بيفتح آفاق جديدة في المنطقة دي، منها المالتي فيندور بعد ما كانت المنطقة دي فيندور لوكد. وده اللي بيدي فرصة كبيرة للأوبريتورز في إنهم يعملوا نيجوشيشنز وإنهم ياخدوا أفضل الران كومبوننتس بأفضل الأسعار، وبيعلي المنافسة ما بين الفيندورز. ولو حابب تعرف أكتر تابعنا في الجزء الثاني من الحلقة الزتونة، واللي هنتكلم فيها أكتر عن إيه هو الأوران وليه محتاجينه وإزاي هو بيوعد بتحقيق كده. المهم الاسبوع اللي فات KDDI هي بالمناسبه واحده من اكبر 3 CSPs موجودين في اليابان. KDDI اعلنت عن اول اوبن ران برودكشن سايت في العالم على حد تصريحاتهم. واحنا هنا مش بنقول ان هي تراير ولا بايلوت، لا ده اوبريشن سايت حقيقي بلايف ترافيك، ودي حاجه نقدر نعتبرها ادفانسمنت كبيره في مجال الاوبن ران. الفيندورز اللي اشتركوا مع KDDI في السايت ده كانوا سامسونج، واللي اشتركت بالVCU والفيديو، ودي كومبوننتس هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر في الزتونه ان شاء الله. اما الماسيف ميمو راديوس كانت جايه من فوجيتسو. جدير بذكر برضو ان السايت ده اتبنى في اليابان وتحديدا في مدينه كاوساكي. طبعا بعد الخطوه دي KDDI ناوي يتعمم الديبلويمنت في كل انحاء اليابان. والخبر الثاني وما زلنا في عالم الأوران، وإعلان فودافون عن ترايلز مع جونيبر نتوركس وباراليل وايرلس لاختبار ريك سولوشن من جونيبر. والريك أو الران انتليجنت كنترولر هو سوفت وير ديفايند كومبوننت ومن أهم الكومبوننتس في الأوران سولوشنز، واللي بتعمل على تحسين الكواليتي اوف اكسبيرينس وليه يوز كيسز كتيرة بتهدف لزيادة النتورك اجيليتي من خلال الماشين ليرنينج والبروجرامابيلتي. المهم ان الترايل دي بتيجي مع فودافون، واللي بتعتبر عضو اساسي في الاوران الاينس وليها استثمارات كبيرة في التوجه ده. واخر الاستثمارات دي كان افتتاحهم لR&D فاسيليتي في اسبانيا، واللي بيضم اكتر من 650 مهندس وباحث في مجال الاوران. وبالإضافة لكده هم ناويين يضخوا استثمارات فوق 250 مليون دولار. وده يبين قد إيه اهتمام فودافون والCSPs الكبار بالأوران، لأن زي ما قلنا هيخليهم يتفاوضوا on their own terms، أو يعني بشروطهم مع الران فيندورز زي نوكيا وإريكسون وغيرهم. كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن دخول اوراكل في مجال البابليك كلاود، وقلنا ان الناس عندها بيرسبشن خاطئ ان اوراكل شركه بتعمل داتابيس سوليوشنز بس. الكلام ده مش صحيح، لان اوراكل عندها النهارده كوميونيكيشن سوليوشنز كتيره وشغالين مع اوبريتورز كبار زي بريتش تيليكوم. الاسبوع ده بقى فيه خبرين عن اوراكل كوميونيكيشن. اول واحد هو ان فودافون UK اختارت اوراكل كوميونيكيشنز عشان تكون المين سبلاير والمين فيندور في جزئيه البوليسي فانكشن اللي فودافون هتعملها في ال5G ستاند الون كور. احنا عارفين ان واحده من اهم اليوز كيسز الموجوده النهارده في ال5G ستاند الون عامه هي الالترا لو ليتنسي، واللي بتستخدم في تطبيقات زي اللايف ستريمينج او البير تو بير جيمنج او حتى الاي ار في ار. اليوزر اكسبيرينس في التطبيقات دي مهم جدا. ما ينفعش مثلا اليوزر يبدا يحس ان في ليتنسي او لاج وهو بيستخدم الابلكيشنز دي، وبالتالي الاوبريتور محتاج يكون عنده بوليسي كنترول فانكشن قوي بحيث ان هو يقدر يجمع داتا من اليوزر طول الوقت ويعمل لها اناليسيس. لو لقى ان اليوزر هيبدا يشغل واحده من الابلكيشن اللي اتكلمنا عليها واللي محتاجه لو ليتنسي، فعلى طول هيبدا يطبق بوليسي على اليوزر سيشن، بحيث مثلا يدي لليوزر ريسورسز اكتر في النتورك ايدج، او يعمل له اساينمنت لنتورك سلايس، ونتورك سلايس دي فيها كواليتي اوف سيرفيس بتميت اللو ليتنسي ريكويرمنتس، بحيث في الاخر يعني اليوزر ياخد افضل اكسبيرينس ممكنه وهو بيستخدم التطبيقات. وده اللي متوقع ان اوراكل هتقدمه مع فودافون. فودافون بالمناسبة هي واحدة من 4 اوبريتورز اوراكل اعلنت انها تبقى موجودة عندهم في ال5G، سواء كان في البوليسي مانجمنت لاير او في الستاند الون كور.
وكتير بالذكر برضو إن فودافون النهاردة عندها أكتر من 360 5G لايف لوكيشنز في أوروبا، 124 منهم في يوكي والباقي متوزع ما بين ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وأيرلندا. والخبر التاني برضو من أوراكل، بس المرة دي في أسبانيا. تليفونيكا هتتعاون مع أوراكل عشان تقدم بلاتفورم as a service للانتربرايزز والبابليك سيكتور اورجانيزيشنز، وطبعا ده هيتم على أوراكل كلاود أو الأو سي آي، وده هيبقى وين وين سيتويشن للطرفين. فمن ناحية تليفونيكا فهي هتستفاد من إن هي تقدم public cloud offering للإند يوزر، بحيث إن هم يقدروا يعملوا هوستنج للأبليكيشنز بتاعتهم على البابليك. ومن ناحية أوراكل هتستفيد إن هيبقى لها وجود أكبر أو تزود وجودها عند التيلكو أوبريتورز. الخبر ده بالمناسبة جاي بعد كام شهر من اتفاق أوراكل وتليفونيكا على إنهم يعملوا مايجريشن لأوبريشنال وميشن كريتيكال سيستمز كتيرة موجودة في تليفونيكا، يعملوا لها مايجريشن لأوراكل أو سي آي. وهو خبر بيفكرنا إلى حد ما باتفاقية AT&T مع مايكروسوفت عشان برضو يعملوا نفس المايجريشن تقريبا للبابليك كلاود بس في ال 5G كور. مجموعة الأخبار دي ما بين الهايبر سكيلرز والتيلكو أوبريتورز نقدر نبص لها إن هم بيحاولوا جاهدين يبنوا بيزنس موديل مشترك، كل طرف فيه بيكمل التاني ويوصلوا زي ما قلنا لوين وين سيتويشن. في خبر يعني صراحة مش معتبره خبر جديد أو مختلف، لأن هو خبر بيتكرر كل سنة على مدار ال11 سنة اللي فاتوا. الخبر بيقول إن أمازون كلاود أو AWS هي الليدر في ماركت الكلاود في العموم، وده للسنة ال11 على التوالي. وماركت ليدر هنا مش معناها إن هي بس موجودة في جارتنر ماجيك كوادرانت، لا، دي كمان رقم واحد ومتفوقة على مايكروسوفت وجوجل وبمسافة كبيرة. آخر ريبورت في الموضوع ده صدر من شركة سينرجي ريسيرش جروب، وبيقول ان نصيب امازون لوحدها في ماركت الكلاود هو نصيب الاسد، وبيتراوح تقريبا ما بين ال 32 و 33%. وده بالمناسبه اكبر من نصيب مايكروسوفت اجر وجوجل جي سي بي مجتمعين مع بعض. مايكروسوفت كانت حوالي 21% وجوجل كانت حوالي 10%. وبقيه النسب بقى في الماركت متوزعه ما بين هايبر سكيلرز تانيين زي اي بي ام او علي بابا وسيلز فورس وغيرهم. الشيء الملاحظ بس في الريبورت إن أمازون نصيبها تقريبا ثابت من 2017 لحد النهاردة، لكن اللي قفزت قفزات كبيرة كانت مايكروسوفت، من 14% في 2017 وصلت النهاردة وبعد حوالي 5 سنين ل 21%. وبالتالي التقرير بيقول إن مايكروسوفت هي أكتر حد بيهدد حاليا عرش أمازون في البابليك كلاود. نقطة تانية برضو ذكرها التقرير، وهي إن الشركات النهاردة بقت بتصرف على البابليك كلاود عامة ضعف اللي بتصرفه على الداتا سنتر اللي بتبنيها، أو بمعنى آخر على البرايفت كلاود. فمثلا هم صرفوا حوالي 50 مليار دولار على البابليك كلاود في Q4 السنة اللي فاتت بس، وده أكتر من السنة اللي قبلها ب36%. وده بيوضح ليه التيلكو اوبريتورز بيعملوا شراكات مع الهايبر سكيلرز زي ما شفنا في الخبر اللي فات عشان يلحقوا جزء من التورتة قبل الهايبر سكيلرز ما ياكلوا الأخضر واليابس. ومع أخبار ال SD-WAN، وسيسكو اللي أعلنت عن تجديد شراكتها مع مايكروسوفت للعمل على تحسين أداء الساس أبليكيشنز، واللي طبعا من أهمهم على الإطلاق مايكروسوفت تيمز ومايكروسوفت أوفيس 365. سيسكو بتعتمد على خاصيتين في الموضوع ده. أولهم هو المايكروسوفت URL Structure، واللي بيمكن ال SD-WAN Appliance من عمل categorization للأبليكيشنز ويصنفهم على حسب أهميتهم، ومين يتعمل له prioritization ومين لأ، وبناء عليه الدايناميك راوتينج ياخد الديسيجن الصح. الفيتشر التانية اللي بتقدمها مايكروسوفت واللي فعلا انترستنج هي فيتشر اسمها الانفورمد نتورك راوتينج فانكشناليتي، واللي من خلالها مايكروسوفت وسيسكو بيبداوا يعملوا اكستشينج للتليمتري داتا ما بينهم. طيب يعني ايه السبب وايه اللي يخليهم يعملوا اكستشينج للداتا دي؟ السبب ان ده هيخلي الاس دي 1 سولوشن اللي هو في حالتنا هنا سيسكو فيبتيلا يقدر يسلكت احسن مسار بيزد على الاند تو اند كواليتي اوف اكسبيرينس لو كان اليوزر بيستخدم ابلكيشنز من مايكروسوفت. طيب تمام، السؤال التاني اللي احنا محتاجين نجاوب عنه ده بيحصل ازاي؟ اللي بيحصل هنا ان انت لما بتشغل الفيتشر دي مايكروسوفت بتستخدم سينثيتك بروبس على مستوى كل الابلكيشنز بتاعتها، سواء كانت الابلكيشن دي تيمز او وان درايف او اوتلوك. وعن طريق البروبس دي مايكروسوفت بتقدر تعرف انهي ابلكيشن شغال كويس وانهي ابلكيشن بيعاني من مشكله ديجريديشن او في باكيت لوس، وفي الاخر بتاخد الداتا دي كلها وبتعملها شيرنج مع سيسكو اس دي 1.
وده بالمناسبة حاجة ما تقدرش تعملها النهاردة البروبس العادية سواء كانت ICMP أو HTTPS بروبس. الموضوع حقيقي انترستنج وهيفتح المجال ليوز كيسز كتيرة جدا. جدير بالذكر برضو ان النوع ده من الانتجريشن مع مايكروسوفت ينفع مع اي ثيرد بارتي فيندور، مش لازم سيسكو فيبتيلا بس. شخصيا يعني اتوقع الفترة الجاية هنسمع اخبار زي كده كتيرة ما بين انتجريشن بيتم ما بين نتورك فيندورز وهايبر اسكيلرز وبيتعاونوا مع بعض، لان تبادل النوع ده من البرفورمانس داتا ما بينهم مهم جدا وبيدي فيزابيلتي عاليه للبرفورمانس بتاع كل ابلكيشن، واللي بناء عليه تقدر تخلي نتورك تاخد قرارات مختلفه. نقطة أخيرة وهي اهتمام سيسكو الملحوظ بعمليات البرفورمانس فيزابيليتي، واللي بسببها سيسكو عملت اكويزيشنز بمليارات الدولارات عشان تقوي المنطقة دي، واللي طبعا كان أهمهم ساوزاند آيز بمليار دولار وأب داينامكس ب3.7 مليار دولار. سيسكو من الشركات اللي عندها كاش كتير وبتعيد تدويره في اكويزيشنز تقوي مركزها في ارياز الفيندورز التانيين بيعانوا فيها. انما طبعا الاكويزيشنز مش كفايه من غير ما يكون عندك استراتيجي واضحه هتستخدمها في ايه وازاي هتعمل لها انتجريشن مع بقيه البرودكتس بتاعتك، والا هتلاقي نفسك في الاخر في مأزق ان عندك برودكتس كتيره منها المتضارب وهتضطر انك تتخلى عن بعضهم مع الوقت زي ما حصل مع فيندورز كتير. الخبر الاخير اللي معانا النهارده هو كلام عن محاولات استحواذ سيسكو لشركه سبلانك بمبلغ حوالي 20 مليار دولار. والاكوزيشن ده بالمناسبه لو مكتوب له ان هو يشوف النور هيكون اكبر اكوزيشن عملته سيسكو في تاريخها كله. سبلانك معروف عنها انها بتطلع سولوشنز قويه في جزئيه الداتا مايننج، زي انها بتعمل سيرشنج واندكسنج ومونيتورنج لاي نوع من انواع الماشين داتا الموجوده في الانفايرمنت. والداتا دي مش فارقه هي جايه منين، يعني ممكن تبقى جايه من ابلكيشنز، ممكن تبقى جايه من سنسورز، ممكن تبقى جايه من نتورك ديفايسز زي سويتشات وراوترات. بس المهم يعني ان الداتا دي كلها بتتجمع في سبلانك، ومهمه سبلانك بقى ان هي بتحاول تبني كورليشنز ما بين الداتا المختلفه، وده عشان تلاقي او تكتشف باترنز معينه من الداتا دي، زي مثلا تقدر تتوقع ان في سكيورتي اتاك ممكن يحصل او نتورك فيليرز وهكذا. لكن السنه اللي فاتت يعني نقدر نقول ان هي ما كانتش افضل سنه بالنسبه لسبلانك. فاولا السهم بتاعهم نزل 18% وده ادى ان السي او يستقيل. ثانيا ان الاوبريتنج كوست زادت ووصلت لاكتر من 180 مليون دولار وده برضو رقم كبير. بالاضافه لكده الكوارتر اللي فات قفل عليهم بخساره محترمه كانت حوالي 120 مليون دولار. فيعني نقدر نقول ان هم حاليا بيواجهوا مشاكل كتيره. لكن بمجرد ما بقى في اخبار عن نيه سيسكو شرائهم سهم سبلانك زاد بنسبه من 13 ل 16%. سيسكو بالمناسبة بتستخدم برودكتس من سبلانك من ضمن الأوفرنج اللي بيقدموه، فهنلاقي سبلانك موجودة في سيسكو UCS وموجودة كمان في سيسكو اني كونكت، وده سيسكو بتستخدمها عشان تجمع الاي بي فيكس فلو والتليمتري من اليوزرز وتعمل لهم اناليزس، فبالتالي يقدروا يكتشفوا اي suspicious pattern. طيب في سؤال مهم، ليه سيسكو مهتمة تحديدا بشراء سبلانك؟ الأسباب حقيقي مش واضحة قوي، لكن نقدر نتوقع كام سبب. أولهم إن سيسكو عايزة تقوي من البوزيشن بتاعها في Security Orchestration and Automation Response أو اختصارا السور، وتنافس شركة زي بالو ألتو اللي اشترت من سنتين شركة مشابهة اسمها ديميستو وشغالة في نفس المجال. السبب التاني إن السكيورتي بورتفوليو الحالي من سيسكو نقدر نقول إن مفيش Security Information Event Manager أو سيم قوي، وسبلانك هي ليدر في المجال دوت ولمدة 8 سنين حسب آخر تقرير من جارتنر السنة اللي فاتت. السبب الثالث والأخير كنا اتكلمنا عنه في أول حلقة، وهو إن سيسكو حقيقي شاطرة في جزئية إن هي تشتري شركات وبرودكتس وتعمل انتجريشنز ما بينهم. فمتوقع إن شركة زي سبلانك مثلا هتبقى إضافة قوية لاستراتيجية الفول ستاك اوبزرفابيليتي اللي حاليا سيسكو دمجت فيها ساوزاند آيز مع أب داينامكس. وعشان تكمل أكتر الستوري دي، سيسكو فعلا كانت اشترت أكتر من شركة سواء في أواخر السنة اللي فاتت أو أعلنت عن نيتها عن شراء شركات، واللي كلهم بيعملوا انتجريشن بطريقة أو بأخرى مع أب داينامكس وبيقووا موقف سيسكو زي ما قلنا في الأوبزرفابيليتي. عامة الكلام عن الاكوزيشن لسه مستمر، وسيسكو وسبلانك رفضوا إن هما يعلقوا على الأخبار دي، وهنوفيكم في الحلقات الجاية بإذن الله بأي أخبار جديدة. وبكده نكون وصلنا لآخر خبر في حلقتنا النهاردة. في الجزء الثاني من الحلقة اللي هو الزيتونة هنشرح ونتكلم أكتر عن الأوران تكنولوجي. تابعونا في الجزء الثاني من الحلقة ونشوفكم هناك.